السلام عليكم، اهلا بيكم في الحلقه الاخيره من برنامج قواعد التصوير. لو انت وصلت للحلقه دي فاتمنى انك انت تكون شفت الحلقات اللي فاتت كلها، كمان استفدت منها. لو عجبتك السلسله دي قول لي ايه رايك نبتدي في سلسله جديده، او لو عاوزني ازود فيها حلقات. حلقه النهارده هي هنسميها حلقه معنويه، جايين ندردش مع بعض في قاعدتين بساط جدا بدون امثله، عشان ما تقولش ان انا بضحك عليك يعني. بدون أمثلة الكلام هنا معنوي. وأول نقطة جاية أتكلم فيها خلينا نقول نقط. أول نقطة وهي كسر القواعد بإبداع. أنت دلوقتي خلاص شفت الحلقات اللي فاتت وشفت حلقات تانية، ابتديت إن أنت بقى عندك كمية قواعد في دماغك كتير جدا، بس أنت عاوز تكسرها. يعني إيه أكسر القواعد؟ كسر القواعد هنا مش معناه إنك أنت هتبوظ التصوير، لأ. كسر القواعد هنا بإبداع إن أنا أخلق حاجة مختلفة في الصور بشكل بسيط جدا ولذيذ. مثلا قاعدة التلت اللي أنا كنت شرحتها لك، إن إحنا بنركز النقط بتاعة الصورة اللي بتظهر لي لما بطبق القاعدة على العناصر اللي في الصورة. أنت ممكن هنا تكسرها عن طريق إنك أنت بتخلي العنصر بتاعك في نص الصورة، ده بيديله قوة أكتر. طيب نيجي لقاعدة خطوط التوجيه. ممكن إن أنا أدي بدل، احنا كنا قلنا ان خطوط التوجيه دي بستخدمها عشان اخلي عين المشاهد مستريحة واوصلها لهدف معين. طب لو انا عاوز اخلق احساس بالتوتر بقى، هبتدي ان انا اخلي الخطوط الموجهة دي خطوط داخلة في بعضها وملخبطة، فاقدر ان انا اخلي المشاهد لما يشوف الصورة يتوتر. فاقدر ان انا برضو، ده بينطبق على الفيديو برضو لو انا بصور فيديو، ولكن لما اعملها هبتدي ان انا الاقي ان انا لما بكسرها بوصل احساس معاكس. لو انا عاوز اوصل حاجه معينه، ممكن تكون في مسابقات بيقولك عاوزين صوره تدل على التوتر او كده، فيبتدي الابداع هنا بقى يشتغل. مثلا التوازن البصري، اخلق احساس بالتوتر ان انا اخلي جزء في الصوره اتقل من جزء كده، عينك ما تبقاش مجمعه ايه اللي في الصوره. بالافق المستقيم اللي شرحناه في الحلقه اللي فاتت، اقدر ان انا اخلي الصورة مايلة أو الخطوط مايلة، فاكسر القاعدة يعني. ولكن لازم إن أنا أكسر القاعدة دي من خلال يا جماعة إن أنا بخلق حاجة اسمها الإبداع. إن أنا لازم الحاجة اللي أنا هعملها دي يكون فيها إبداع، ما تكونش يعني بكسرها بوصل منها هدف، مش مجرد إن أنا بمشي عكس كلام القاعدة معنى كده إن أنا كسرتها. لا، أنا هقول أنا هكسر القاعدة الفلانية وأعمل عكسها عشان أوصل إحساس عكس الكلام بتاع القاعدة، وهكذا. تاني نقطة جاي أكلمك فيها وهي خلق أسلوبك الخاص. خلي يكون عندك أسلوب خاص في التصوير، وده ما بيجيش من مرة واحدة أو ما بيجيش من سنة، ممكن تكتشفه بعد سنين. أنا لحد دلوقتي مش مش بقول يعني إن أنا جامد أو مصور جامد أو كده، ولكن مثلا أنا بقالي مدة بصور، ولكن في نفس الوقت ما لقيتش حاجة برضو ميال ليها قوي. ميال لبعض التصوير الطبيعة والمعماري وكده، ولكن برضو ايه، مش حاسس ان انا عاوز اصور كل حاجة برضو لسه. ده بيجيلك لما تقعد تصور حاجات كتير جدا، هتلاقي انك انت خلاص انا عاوز اصور النوع ده وهكمل فيه، بقى عندي خبرة فيه. انت بتعرف كل القواعد وبتبتدي انك انت تطبق القواعد دي، ولحد ما تلاقي نفسك ميال لنوع معين. يعني من الاخر انت خد خبرة في كل الانواع لحد ما تلاقي نوع معين انت خلاص حبيته، فتبتدي تذاكره اكتر. كل ما تصوره اكتر كل ما هيبقى عندك ليه خبرة اكتر. مثلا تصوير الاضاءة والظل، لو انت هتصور اشخاص او هتصور اماكن، ممكن تستخدمه في تصوير البورتريه للاشخاص مثلا. ممكن انت لو بتصور طبقت بتحب مثلا قاعدة الافق المستقيم، فتبتدي تركز على التصوير المعماري بحيث تركز على الخطوط المستقيمة وهكذا. ممكن تلاقي نفسك ميال لنوع معين من التصوير لما تلاقي نفسك تكتشفه بعد ما تعدل على الصورة. يعني ممكن بعد ما تعدل على الصور تلاقي نفسك ميال لنوع معين او حبيته اكتر، فتبتدي تشتغل عليه وهكذا. مثلا تشوف انت حابب توصل رسالة ايه، ممكن تلاقي نفسك بتحب توصل رسائل معينة من الصور او احاسيس معينة، فتبتدي تركز على نوع معين من التصوير. واهم حاجة بقى لازم نتكلم فيها اللي هو استمتع بالتصوير واستمتع بالحاجة اللي انت بتعملها. في الاول ابتدي بيها كهواية
بعد كده لو حبيت تشتغل اشتغل فيها، الموضوع ممتع جدا، وده من احسن الحاجات اللي اتمنى برضو ان انا اشتغل فيها طول عمري، ان انا اكون بصور كمان يكون ده شغلي. بحيث يا جماعة انك انت لو بتشتغل في الحاجة اللي بتحبها مش هتتعب منها او مش هتمل منها بسرعة. يعني اكيد هتتعب من الجهد البدني، ولكن هتكون مستمتع وانت بتعمل كده وفاهم اكتر ان دي هوايتك ودي الحاجة اللي انت بتحبها. ودي تبقى نهاية سلسلة برنامج قواعد التصوير. لو حابب نزود اكتر اكتب لي في التعليقات، حاببنا نبدأ في برامج تانية. ده اللي ان شاء الله هنعمله بداية من الفترة الجاية. اتمنى ان يكون كل حاجة عجبتك. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. اخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.